تعالوا نتعلم 10 من أشهر الإيديومز والإكسبريشنز المستخدمة في اللغة الإنجليزية. الإيديومز مهمة جدا جدا علشان بتزود عندنا معرفتنا باللغة الإنجليزية وتخلينا نفهم النيتيفز كده ونفهم كل الكونفرسيشنز اللي بتكون باللغة الإنجليزية وبتعلي كمان الليفل بتاعك في الإنجليزي. حلقة النهاردة مهمة جدا جدا وهقول لكم 10 من أشهر الإيديومز والأكثر استخداما في اللغة الإنجليزية مع أمثلة كمان عليهم. فيلا تابعوا معايا حلقة النهاردة للآخر. وأول إيديوم معايا النهاردة وهو miss the boat. miss the boat. miss the boat زي ما بنقول كده في العربي إن أنت يعني يفوتك المركب ويفوتك القطر، يعني تفوتك الفرصة إن أنت تعمل حاجة معينة. يلا نقول example. يعني مثلا لما نقول I think you've missed the boat on that application. They already started interviewing. تاني I think you've missed the boat on that application. They already started interviewing. يعني ايه؟ يعني اعتقد كده ان انت فاتتك الفرصة ان انت تقدم على الوظيفة دي. application اللي هو التقديم على وظيفة. هم already بدأوا ان هم يعملوا الانترفيوهات خلاص. فده idiom miss the boat. وتاني idiom معانا النهاردة وهو pull yourself together. pull yourself together يعني ايه؟ to pull yourself together معناها ان انت تلملم نفسك كده وتجمع قوتك وتخليك كده اقوى وتداري كل الضعف يعني اللي جواك وتجمع نفسك زي ما احنا بنقول او تلملم نفسك يعني. يلا نقول example. I think you should pull yourself together and stop stressing about the interview. I think you should pull yourself together and stop stressing about the interview. يعني ايه؟ جمع نفسك كده وقوي نفسك وكفاية توتر من الانترفيو او من المقابلة. شاركوا معايا في التعليقات واكتبوا لي التطبيقات والاكزامبلز بتاعتكم دلوقتي حالا باستخدام الايديومز دي علشان اقدر ان انا اصححها لكم واشوفها معاكم ان شاء الله. تعالوا ناخد فاصل سريع وافكرك لو لسه ما اشتركتش معايا في قناتي انجلش فلوج يلا اضغط دلوقتي حالا اشتراك. ايوه اضغط اشتراك وفعلوا الجرس كمان واعملوا لايك بليز للفيديو ده ويلا نكمل. تالت ايديوم وانا بحبه جدا الصراحه وهو it takes two to tango. it takes two to tango معناها ايه؟ معناها انه اي اكشن او اي حاجه بتحصل مثلا سواء محادثه سواء فعل معين او اكشن معين في الحقيقه بيلزم يكون فيه اتنين، ما يبقاش معتمد على شخص واحد بس او متوقف على شخص واحد بس، لا دايما بيكون فيه اتنين في الموضوع. يعني ايه بقى؟ تعالوا نقول امثله. Don't just blame him for the mistake. It takes two to tango. Don't just blame him for the mistake. It takes two to tango. يعني ايه؟ يعني ما تفضلش تقعد تلوم عليه هو بس على الخطأ، لا في الحقيقة انتوا الاتنين شركاء في الموضوع. فده معنى idiom it takes two to tango. الايديوم الرابع معانا النهارده وهو to sell someone out. to sell someone out يعني ايه؟ to sell someone out معناها to snitch on someone أو to let their secret out. يعني إن أنت تفتن على شخص. أنا أجي أقول لك سر وأنت تقوله للناس كلها. معناها you sold me out. تعالوا نقول لكم أمثلة. I asked you to keep this information for yourself. I can't believe you sold me out like that. I asked you to keep this information for yourself. I can't believe you sold me out like that. يعني ايه؟ يعني انا طلبت منك وقلت لك تخلي المعلومة دي ليك انت وبس، انا مش مصدقة ان انت بعتني بالطريقة دي. فده معنى idiom sell someone out. والايديوم رقم 5 معانا النهاردة وهو to sit or be on the fence. to sit or be on the fence. فنس اللي هو الجدار اللي هو اللي بيقولوا احيانا عليه الحصن او الجدار او ده معنى كلمة فنس. طيب معناها ايه بقى الايديوم ده؟ معناها ان انت تكون نيوترال. نيوترال يعني ما تاخدش الجانب بتاع اي شخص في اي حاجة، مثلا في خناقة في مشكلة في اي حاجة، لا انا هقف في النص وهكون نيوترال ومش هاخد اي طرف. تعالوا اقول لكم مثال. I'm sitting on the fence on this one. I don't want to offend anyone. I'm sitting on the fence on this one. I don't want to offend anyone.
يعني ايه؟ يعني انا والله هبقى على الحياد في المشكلة دي علشان انا مش عايزة اغلط في اي حد. offend معناها ان انت تغلط على حد. والايديم رقم 6 في حلقة النهاردة وهو spare of the moment. spare of the moment لما نقول على حاجة انها او نوصف حاجة ونقولها انها spare of the moment معناها انها حصلت من غير اي planning او اي تخطيط. يعني ايه؟ تعالوا اقول لكم مثال. They decided to travel and it was a spare of the moment. They decided to travel and it was a spare of the moment. يعني ايه؟ ان هم قرروا ان هم يسافروا وده كان يعني حاجة كده مفاجأة وحاجة بدون اي تخطيط وكانت spare of the moment. والايديم رقم 7 النهاردة وهو your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. يعني ايه؟ ده بنفس معنى I don't know أو I have no idea. يعني أنا ما عنديش أي فكرة. اللي أنت بتفكر فيه أو تخمينك هو نفس تخميني ونفس تفكيري أنا. تعالوا أقول لكم مثال. We don't have enough data. Your guess is as good as mine. We don't have enough data. Your guess is as good as mine. يعني ما عندناش معلومات كفاية أو داتا كفاية. التخمين بتاعك أو تفكيرك هو زي تفكيري بالظبط وأنا الحقيقة مش عارف. اللي هو زي ما بنقولها يعني علمي علمك كده. الإيديم رقم 8 النهاردة وهو step up one's game. step up one's game يعني ايه؟ يعني ان انت تحسن ادائك في حاجة معينة، ان انت تحسن الليفل بتاعك وتحسن ادائك. For example, if you really want this promotion, you need to step up your game. If you really want this promotion, you need to step up your game. يعني ايه؟ يعني لو انت فعلا عايز تحصل على الترقية دي فلازم ان انت تعلي الليفل بتاعك كده وتكون افضل وتقدم حاجات افضل. والايديم رقم 9 في حلقة النهاردة وهو every cloud has a silver lining. every cloud has a silver lining معناها اي مشكلة أي موقف وحش في الحقيقة هو بيكون فيه حاجة إيجابية حتى لو مستخبية. يعني في دايما حاجة إيجابية كده في أي مشكلة أو أي حاجة بتحصل لنا حتى لو كانت يعني مش واضحة أو مش باينة قوي يعني. فهنا بنقول every cloud has a silver lining. دايما بتتقال كده إن أنت تكون positive وإن أنت تكون شخص إيجابي. For example لما نقول I was upset that I failed my first interview. Now I have my dream job. Every cloud has a silver lining. تاني. I was upset that I failed my first interview. Now I have my dream job. Every cloud has a silver lining. يعني ايه؟ يعني انا كنت متضايقة جدا لما ما نجحتش في اول انترفيو في حياتي ودلوقتي انا بشتغل وظيفة احلامي او عندي وظيفة احلامي. ففعلا كل مشكلة بيكون فيها حاجة ايجابية حتى لو مستخبية. واخر ايديم معانا النهاردة وهو burn the candle at both ends. burn the candle at both ends يعني ايه؟ دي بنقولها لما نكون بنشتغل ليل ونهار على حاجة من غير اي راحة فبنقول we burn the candle at both ends. For example لما نقول I'm worried about him because he was burning the candle at both ends. I'm worried about him because he was burning the candle at both ends. يعني أنا قلقانة عليه علشان هو كان عمال يشتغل ليل ويا نهار ونهار ويا ليل من دون أي راحة ومن غير ما يرتاح. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة واتعلمنا مع بعض 10 من أشهر الإيديومز والإكسبريشنز المستخدمين في اللغة الإنجليزية اللي هتخلينا إن احنا نفهم النيتيفز أكتر وكمان تقدر تستخدمهم في معاملاتك على طول وبجد هيحسن الليفل بتاعك في الإنجليش بشكل كبير جدا جدا. وانتوا عارفين إن أنا بحب حلقات الإيديومز بشكل كبير كمان. مستنية أمثلتكم وتطبيقاتكم دلوقتي حالا ومشاركتكم معايا في الكومنتس. يلا شاركوني دلوقتي حالا ودايما اكتبوا لي اقتراحاتكم لكل الفيديوهات اللي حابين تشوفوها عندي هنا على قناتي انجلش فلوج علشان ان شاء الله تكون موجودة على طول عندي هنا على القناة. ولو لسه ما عملتش لايك للفيديو ده مستني ايه؟ يلا
لايك دلوقتي حالا للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش معايا في قناتي انجلش فلوج اشتركوا دلوقتي حالا وفعلوا الجرس كمان علشان يجيلكم كل دروسي الجديدة. واشوفكم على كل خير في فيديو جديد وحلقة جديدة. باي باي.